عايزين نحل اسئله. حلينا اسئله في السنتر، وهنحل اسئله تانية على اليوتيوب. بس اهم حاجه انت تذاكر للاخر. انا معاك لغايه الامتحان. احنا المنهج الجديد في اولى اعدادي للاسف سهل جدا، بس هم فاكرينه صعب. ليه يا حبيبي؟ روق، هتسمع الريفيجن دي تبقى بيرفكت. اتفقنا؟ ماشي. احنا شرحنا. خش شوف الفيديو. اول فيديو نزل على اليوتيوب الحمد لله جاب تقريبا في اسبوع فيو كتير، وطلع ترند فتره كده ونزل تاني، بس زي الفل. بيقول لك the opposite figure illustrate the path taken by an object from point A to point F in a time of 3 seconds. Calculate the total distance. عايز المسافه كلها. كمان the displacement. كمان the speed of light object. انا لو منك اعمل ايه؟ اروح اخش كوميونتي على الواتساب في الديسكربشن بتاعتي، الجروب بتاعي، جروب الحمد لله الطلبه من جميع انحاء الجمهوريه موجودين فيه، بيستفادوا بالملخصات المجانا اللي ببعتها. مستر انت ما بعتش غير قليل، صدقني بحضر، بس انا بحضر اولى اعدادي، بحضر ثانيه اعدادي، بحضر ثالثه اعدادي، بحضر اولى ثانوي، وعايز مستر انت مش محضر شغل قديم ليه يا حبيبي؟ منهج جديد، اولى اعدادي منهج جديد، اولى ثانوي منهج جديد، ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي الحمد لله معايا شغل قديم مريحني في التصوير اللي انا بصور بيه على طول، بس بحط فيه ابديت زياده. اسئله الامتحانات القاهره، جيزه، القليوبيه بالذات رخمه، فبجمع لك كل حاجه عشان تطلع بشكل محترم. اتفقنا؟ ماشي. بيقول لك the opposite figure illustrates the path taken by an object from point A to point F in a time of 3 seconds. Calculate the total distance. الطريق كله. The displacement أقرب طريق. The speed of the object. سرعة الجسم. تعال كده واحدة واحدة. تعال كده واحدة واحدة. أنا آسف على صوتي بس عشان مش قادر. ها 7 و 3 10 4 و 3 7 10 و 7 17 17 و 2 19. ده distance طريق كله، اكتب جنبيه الطريق كله. displacement القريب، اكتب جنبيه القريب. فين القريب يا مستر؟ فين القريب يا مستر؟ اهو القريب، اهو القريب. ده مستر مش مديني ارقام، ده انا عندي في الامتحان بيجيب لي مكعبات. لا انا مديك هنا اسئله صعبه، مجمع لك اسئله التقييمات، اسئله المعاصر اللي شبيهه لامتحانات الوزاره، عشان في اسئله في المعاصر ملهاش علاقه باسئله الوزاره، فانا مركز معاك في اسئله الوزاره. اتفقنا؟ ماشي. ده كده كام مستر؟ ده فين؟ بص يا حبيبي اهو، اهو. فدي مع دي يدينا دي 3 بلس 2 يدينا 5، فالديسبيسمنت كده 5 والديستانس 19، يبقى الديستانس 19 والديسبيسمنت 5 والسبيد، وانت قايل لك سبيد اخرها دي تبقى دي على تي. دي على تي؟ دي على تي يعني ايه يا مستر؟ ديستانس على التايم. ديستانس بكام؟ ديستانس ب 19 equal 19 على التايم. فين التايم يا مستر؟ ما هو يا حبيبي ركز، تايم 3 سكند، 19 اوفر 3. حلها انت على الاله بقى يديك رقم ديسمال، ماشي؟ ولا هتطلع بكام عشان مش قادر اجيب الاله. Two, moving an object for 3 meter require work equal to 1600 joule. Calculate the force required to perform this work. تاني بيقول لك 3 متر. ماشي. انا مش هتعصب على الشاشه تاني، عشان دي انسب شاشه انا وصلت لها. يعني انا جربت الحمد لله استوديوهات مصر كلها تقريبا. انت لو اتفرجت على الشانل بتاعتي هتلاقي كل يوم في استوديو شكل. اهي moving an object for 3 متر. ينفع نكتب ولا ما ينفعش؟ ينفع نكتب 3 متر require work equal to 1600 جول. يبقى ده كده الورك، تمام. ده كده الجهد، ماشي. عايز الفورس. مستر انا اتلخبطت. لا يا حبيبي ما تتلخبطش، اهدى. مش ده الديستانس موفينج في اوبجكت 3 متر، ده الديستانس. عايز كده الفورس. كان قانون الفورس ايكوال ايه؟ او قانون الورك
الورك ايكوال فض، الورك ايكوال فض. كان الورك بيساوي فورس في الديستانس، فاكره؟ ايوه. طب لما اعمله مثلث ازاي؟ عشان في لخبطه بتحصل. الورك ايكوال فض، الورك فض. يعني ايه الورك ايكوال فورس ديسبيسمنت او في الديستانس؟ مستر اللي عايز الفورس حط ايدك على الفورس يديك ورك على الديستانس بكل بساطه. عشان الناس اللي بتقول لي برضه مش فاهمين، انت فاهم عادي قدم الفيديو عادي جدا، ده اسئله انت اللي استفاد، انا اللي بقول لك لو فاهم. لكن لو مش فاهم اقعد روح كده وركزني. بعد اذنك ما تخلينيش على 2 اكس، بعد اذنك ما تخلينيش على 2 اكس، بعد اذنك ما تخلينيش على 2 اكس. ماشي؟ شغال برمنت في الشاشه في ايه؟ لازم تخليني اتعصب، لازم تخليني اتعصب. الورك ده بايه؟ ده بالجول، واو. والفورس ده بايه؟ ده بالنيوتن، واو. والديستانس بالمتر. بعمل لك ريفيجن عشان انت ما اتفرجتش كده. خلصت على فكره، حل انت لوحدك بقى. اهو الورك، بعد كده الفورس، هو عايز الفورس صح؟ كده الفورس ايكوال 2600 على الديستانس اللي هي 3 متر ايكوال 2600 على 3. تيجي بكام؟ ركز معايا. بص، عايز تتعلم ازاي تحل بسرعه، اقول لك ازاي تحل بسرعه. شايف 2600 شيل الصفرين اكنك مالكش علاقه بيهم. 26 على 3 دينا كام؟ 26 على 3 يا مستر تدينا حوالي كده 8.7 حاجه كده. فتطلع في الاخر، اصبر مش هزعلك، انا هفتح لك الاله واحسبها لك عشان اديك ليه فعلا. اصبر اصبر اصبر. الآلة اطلعي يا آلة. فين الكالكوليتر؟ ماشي. اهي الكالكوليتر، اهي الكالكوليتر. كل ده لسه مش عارف تحسب الآلة؟ انت مالك؟ اقفل الفيديو خش نام. 2000 على 3 divided 3 equal، شفت؟ قلت لك تطلع 8.7. فده بقى هنزودهم، الصفرين دول هتخلينا نزودهم، فهتطلع 6.67. عارف ليه؟ عشان هي 8.67 فالصفرين زودوا. احسب بالقلم، مالكش دعوه، مالكش دعوه بالماس. اتفقنا؟ ماشي كده. ده الفورس. زي الفل زي الفل. يلا نكمل يلا نكمل. السؤال الثالث بيقول لك يا معلم if work of 500 جول. انا عايز اقعد واقرا البي دي اف من، عشان مش قادر اقرا البي دي اف من الموبايل عشان عيني مش شايفه، واحل لك هنا. يعني انا واقف هنا مش شايف السؤال عشان اللايت ضاربه فيه، انت ما كانش شايفه. فانا هبص مع الموبايل واحل هنا. اتفقنا؟ ماشي. مش عاجبك برضه اقفل الفيديو خش نام عادي. فيديو فور فري على اليوتيوب، فيديو عادي. انا مستر. تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا اتفقنا. سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 بيقول لك if the work. انت متضايق صح؟ يا عم انا غلطان. انا هقرا لك من البتاع. بيقول لك if work of 500 joule is done to move an object over a certain displacement with a force of 25 newton. Calculate the displacement that the object cover. If work of 500 joule is done to move an object over a certain displacement with a force. بص مستر انا مش فاهم، الحقني. فيزيكس، قوانين وبنعوض، سهله. ساينس عندك لما تخش ثانوي هيتقسم بعد الكومبايند ساينس ثاني سنه ان شاء الله لو المنهج ما اتغيرش، يعني هيتقسم فيزيكس، كيمستري، بيولوجي. في ثالث سنه تاخد حاجه اسمها جيولوجيا. فده كده نوع من انواع الفيزيكس، الفيزياء. فانا ال 25 نيوتن ده ايه؟ ده فورس. فايه ذا ورك وده 500 جول ده ايه؟ نجيب قلم غير ده بس. ده وورك. يا مستر ده نفس القانون. لا انا هحل بسرعه بقى عشان كده بنستعبط. كام نستعبط صدقني معايا. الورك ايكوال فض. ايه فض دي يا مستر؟ يا عم انا بحبها مالكش دعوه. انا بحبها مش بنساها خالص. فض في دي. الورك ايكوال فض، الورك ايكوال فض، الورك ايكوال فض في دي. مستر انت عايز ايه؟ عايز الديسبيسمنت يبقى ورك على الاف،
ورك عليه فيبقى 500 جول، يبقى 500 جول على الاف اللي هي ب 25 نيوتن. حلها انت على الآلة بقى، اصبر حلها لك برضه مش هزعلك. هتطلع ب 20 متر، ب 20 متر. اتفقنا؟ اتفقنا. زي الفل زي الفل. السؤال اللي بعده بعد اذن حضرتك. Calculate the weight of a rock placed at 15 meter height above ground فوق الأرض given that its potential energy is 4000 جول. ليه بتقول 4000 جول؟ عشان في ناس مش بتعرف تقرا 4500. للأسف للأسف في أولى إعدادي لغات مش بيعرفوا يترجموا الأسئلة. كالكوليت ذا ويت. يا مستر يا لهوي اتلخبطت. ليه يا حبيبي؟ عايز الويت سهلة. طلع الجيفن، طلع اللي هو مديهولك اهو. طلع ال 15 متر دي ايه؟ دي الديستانس. وده ايه؟ جول. يبقى ده ورك على طول. ورك او بوتنشال انرجي. على فكره الورك شبه بوتنشال انرجي. علميا مش صح 100% بس في المنهج بتاعك هي. اتفقنا؟ ماشي. بيقول لك عايز الويت، عايز الويت. فاكر قانون البوتنشال انرجي؟ تعالى. قانون البوتنشال انرجي كان ايه؟ ايه ده بوتنشال انرجي. الله الله الله. ايه قانون بوتنشال انرجي؟ فاكر قانون بوتنشال انرجي ولا لا؟ كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الويت في الهايت. الحقني يا مستر ما عنديش الهايت. ليه يا حبيبي؟ روح. بوتنشال انرجي ايكوال ويت في هايت، ويت في هايت، ويت في هايت، ويت في هايت. فين الويت؟ مش لاقي الويت. الحقني يا مستر. في ناس للاسف للاسف الاذكياء جدا بيجي ياخدوا ده يحطوه هنا. ديك على قفاك. انا اسف انا اسف. لو بابا قاعد جنبك او ماما اقفل الفيديو عشان ما يسمعونيش، عشان بحب اضرب الطلبه بتوعي. عشان زمان كان المدرسين زمان قوي بالعصايه تخش. يعني اكيد دي بقى افتحها لبابا. زمان قوي مدرس معاه عصايه، انت مش هتتعلم؟ طب خد 20 عصايه. انا دلوقتي مش بضرب، انا دلوقتي بهزق، بهزق باحترام عشان بذاكر. اتفقنا؟ ماشي. اتفقنا؟ ماشي. عارف لو عملت ده كده، عارف هتتاخد سكرين شوت دلوقتي عليا تقول لك الحق المستر بيغلط. يا لهوي المستر عامل مصيبه. دي ما ينفعش تبقى دي يا حبيبي، ما ينفعش خالص. ما ينفعش خالص. ليه؟ ده مش ده غلط. امال ايه يا مستر؟ انا عايز ايه؟ ده هو ده. يا قلبي على الشاشه. هو ايه اللي انا عملته ده بقى؟ ايه النقط دي؟ حد تف عليكي تفتف؟ صبرني يا رب. اتفقنا؟ مش ده هو ده. تعال نمسح بقى القرف كل ده اللي احنا عملناه مالناش دعوه بيه ونكتب حاجه جديده. يلا يلا عشان الشاشه جابت لي غلطه. يلا يا والله في السؤال بقى لي 5 دقايق. ماشي نكمل ولا كأنه حصل اي حاجه. القلم جديد بس انا احب كده. ربنا يخليك حبيب قلبي. تسلم يا مستر جوستاف. ربنا ياخدك للطريق الصالح. يلا يلا. انا نسيت القانون. لا هقوله برضه. بوتنشال انرجي كان ايكوال ايه؟ البوتنشال انرجي كان ايكوال ويت في هايت. مستر مش مديني الهايت. ما بيقول لك اهي اباف ذا جراوند. ما اباف ذا جراوند فوق الارض. ما ده الارتفاع. اباف ذا جراوند فوق الارض ده الارتفاع. ماشي ماشي. يعني ايه بقى؟ مستر انا مش فاهم. انا كتبت القانون. عوض بوتنشال انرجي ايكوال ويت في هايت. ده الويت انا عايزه. تعال نعمل مثلث اهو. المثلث البوتنشال انرجي ايكوال ويت في هايت. بوتنشال انرجي ويت في هايت. بوتنشال انرجي ويت في هايت. بوتنشال انرجي ويت في هايت. طب الويت والهايت والبوتنشال انرجي. البوتنشال كنت قايل لك دي بجول، وكنت قايل لك الهايت ده الارتفاع. اكتب جنبيه الارتفاع بالعربي. معلش 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 عشان معايا ناس للاسف مش بيفكروا. مش هقول كلمه غير كده. بوتنشال انرجي جول، الهايت الارتفاع. طب الويت، الويت ما ده اللي عايزه. حط ايدك على الويت ميس عفاف. حط ايدك على الويت. طلعت كام؟ على على
احسبها انت عشان كسر الحساب. اتفقنا؟ ماشي. نسرع بقى عشان كل دي 5 اسئله. احنا بقالنا قد ايه؟ بقالنا كام دقيقه؟ ربنا يستر. كل دي 5 اسئله. object with a mass of ربع ساعه في 5 اسئله. ربنا يخليك، ده العيال مش هيكملوا مراجعه. 10 كيلو جرام placed at a height of 4 meter above. ربنا يخليك، تسلم لي حبيب قلبي. above the ground calculate the potential energy of the object the potential energy of the object when its weight is doubled and its height decreases to half. What do you يا لهوي. واحدة. سؤال صعب. أنا دلوقتي مركز في السؤال، مش إيه ده؟ لازم أعرف هو عايز مني إيه ومديني إيه وأنا أحل إزاي. أكتبهم لك. 1. طلع الجيفن، طلع الحاجات اللي مديها لك، اكتب ورايا نوتس. ما الناس اللي بتتفرج عليا بتعمل كده هيسقطوا. انا اسف. ايوه انت يا حبيبي لازم تقعد وانت هادي ورايق وفايق. معاك كوبايه الشاي. ثانيه عشان مستر جستر جابها لنا. معاك كوبايه الشاي، بتشرب، بتكتب، فايق رايق شاطر، فايق رايق شاطر. غير كده اقفل الفيديو خش نام. معلش صوتي منه لله. انا قايل لك عندي بس ماشي. الليل والسما. 4 متر. واو. عارف 4 متر ده ايه؟ تخيل 4 متر ده ايه؟ an object with a mass of 10 كيلوغرام. ده الماس. اوه ده 4 متر. ده الديستانس او الهايت. ماشي. يبقى الهايت عايز البوتنشال انرجي ومعانا الماس. خلي بالك ده مديك الجرافيتي. يا لهوي دلعني يا مستر. مش انا كنت عامل لك في الريفيجن اللي في السنتر تريكس حلو قوي، فتحت لك فيها مثلثين. عملت لك مثلث خارج منه مثلث الحاج ابوه. تعالى نرسمه بسرعه. مستر جوزيف، احنا لو نعرف نقطع فيديوهات حلوه من الفيديوهات دي كنا عملت معانا حاجه، يعني فيديوهات تريكس كده المثلث ننزلهم لوحده يا ريت، يعني عشان العيال ما بتشوفش المراجعه وعايزين نطلع منها التريكس دي. المثلث ده مش هيشوفوه يا مستر. كده مش هيشوفوه؟ لا لو شافوا التريكس مش هيشوفوا الفيديو. تصدق صح؟ بقى ايه نتفرج على الفيديو عشان نعرف التريكس. سامعين؟ نتفرج على الفيديو للاخر. سامعين؟ عملنا مثلث زي الخرا. انا اسف، الناس بتزعل من الالفاظ. فوق راسي حقكم عليا. ربنا ياخدكم. بن مثلث جميل اهو. عايز اقول لك وانا صغير كان نفسي اطلع رسام بس طلعت مدرس للاسف. كلمه اكتيفيتي ويندوز مالناش دعوه بيها. يلا كده مثلث هنطلع منه مثلث. تفتكر المثلث ده ايه؟ تعالى بقى لو نقول لون تاني. يلا المثلث ده ايه؟ تفتكر مثلث كده بس؟ لا انا استعجلت. لو مش عاجبك مد الفيديو. انا الفيديو ده هحل فيه 10 اسئله يفهموك بدل ما احل لك 1000 سؤال في ساعه واقول لك دول جايين منهم الامتحان احفظ. 1000 سؤال في ساعه الحق جاي منهم الامتحان خد احفظ. انت هتحفظ جاي. لكن تفهم 10 اسئله صح هتعرف تحل مليون سؤال صح. اتفقنا. نركز. هنا بقى نكتب ايه؟ مستر انا نسيت. ربنا يخليك يا حبيبي. مش هقول لك ربنا ياخدك عشان انا زهقت. object with mass 10 كيلوغرام height 4 متر. ده البوتنشال انرجي طلعنا من شويه منها قانون الويت في الهايت. طلعنا منها قانون تاني البوتنشال انرجي ويت بتنقسم. الويت بتعمل لها بص في اليونت سيل في البيولوجي كنت بقول لك فيها اسمها ايه؟ ديفيجن، انقسام. الويت دي انا كمان انقسمت لحاجتين. ايه هما؟ كوبايه مج. شايف المج ده؟ انا عارف ان دم الفكاهي وحش جدا انا هحطه هنا.
المج يعني ايه كلمه مج؟ ام في جي، ماس في جرافيتي. اهو بص، تعالى تعالى تعالى، ماس في جرافيتي. حلوه حلو، ماس في جرافيتي. ناخد ده بقى نحطه هنا، ماس في جرافيتي، ماس في جرافيتي. ادانا ايه؟ ادانا الهايت. يبقى البوتنشال انرجي مج في هايت. بص، معاك الماس ومعاك الهايت. مستر فين الجرافيتي؟ احفظها ب 10. هي المفروض 9.8 بس احفظها ب 10، موجوده ب 10. يبقى 10 times 4 times 10. 10 times 4 times 10. برافو برافو. 10 times 4 times 10 تطلع بكام بقى؟ احسبها على الآلة. اصبر انا هحسبها لك عشان الناس اللي بتتخانق من حوار احسبها على الآلة. هتحسبها لي بجد يا مستر؟ اصل ده انا هحسبها لك. اتقل عليا بس. 5 object with a mass. ده سؤال رقم 5. نطلع الآلة. مم. 10. هو ايه ده؟ ما سهله جدا. ليه نحسب ده على الآلة اصلا؟ بجد ليه نحسب ده على الآلة؟ انا وانا بكتبها على الآلة عرفت احلها، تصدق؟ بأمان. بص بص، مش قلت لك 10 في 10 4؟ صح، تعالى نكتبها. 10 في 10 4. 10 دي ازاي نحسبها يا مستر؟ احسب واحده واحده. 10 ملتبلاي 10 مش عارف. تعال وده تحت 100 تايمز 4. تاني 100 تايمز 4 تطلع بكام؟ تطلع بكام؟ تطلع 400. Excellent. Yes or no? Yes. Thank you. ده أول سؤال. لسه كل ده في أول سؤال عشان بفسر لك الحل. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. عايزين أستيكة بقى نمسح كل ده. تك 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 تك. An object with a mass of 10 kg is placed at a height 4 meter above the ground. Calculate the 1 حسبناها 2 the potential energy of the object when its weight is doubled. يا لهوي، قال لك ايه؟ الويت دبلد. فين الويت دبلد؟ مش معايا. ماشي، انا مش معايا الويت. نعتبر انك مش معاك الويت. نكمل بقى السؤال. ما تستعجلش، اوعى تقرا نص وتستعجل. And the height decreased to half. يعني ايه الهايت؟ يعني ايه الهايت؟ decreased to half. ويعني ايه الويت؟ doubled. What do you conclude from this؟ انا في الحاجات دي بحب اكتب القانون. ازاي اكتب القانون؟ انسقه. ازاي انسقه؟ بص يا كبير، ركز معايا، ركز معايا وبلاش تتاوب. اصلي هجاوب. ماشي ماشي. فكر ضروري. ماشي ماشي ماشي. انا عايز اكمل باقي بس مش هينفع. ينفع عشان خلينا في الساينس وما نخشش في ايه الكريستيان فاهمين يعني. ماشي ماشي. قانون البوتنشال انرجي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي ايه؟ فكرني. ويت فايت. طب ما انا عارف. ويت فايت. ويت فايت. قانون بوتنشال انرجي 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 ويت فايت. طب مستر انا عمال افكر. الويت دبلد. يعني ايه الويت دبلد؟ تعالى كده. تعالى تعالى تعالى. يعني عارف يعني ايه دبل؟ ضاعف. ده مثلا هنعتبر ان ده ب1 وده ب1. هنعتبر اللي تحتيه ده اللي هيحصل. الويت دبل بقى ب2. 1 تايمز 1 ايكوال 1. الويت دبلد. الويت ديكريز. الهايت ديكريز تو هاف. والويت دبل. الويت دبل بقى 2. الهايت ديكريز تو هاف. الهايت قل للنص. الهايت قل للنص. يعني 1. 1 نصها كام؟ هاف. 2 تايمز هاف. 2 تايمز هاف. عارف تحسبها ازاي؟ تعالى تفرد ده كده وتشيل ال2 مع ال2. انا هبقى مدرس ماس صح؟ طلعت الاجابه كام؟ 1 برضه.
يبقى كل ده remain constant. الإجابة potential energy remain constant. potential energy remain constant. potential energy remain constant. potential energy remain constant. ايه صعبة؟ مفيهاش أي حاجة صعبة. كله تمام، كله تمام، زي الفل زي الفل. سؤال رقم 6. An object with a mass of 8 kg is moving at speed 5 meters per second. Calculate the kinetic energy of object, kinetic energy of the object when its speed doubled, and what can you conclude from that. لسه مش فاهم اي حاجه. اخد شاي عشان التكييف تلجه، والحمد لله انا مشغل التكييف على 20. مستر طب عشان ما تبردش عليه، صدقني لسه هنادي مستر جوستاف يوقف لي الكاميرا ويرك ونعدل في المونتاج، وانا بحب الراحه لغيري عشان ربنا يريحني الصراحه يعني. انا مدلع الاستوديو بقى، انا مدلعهم، موفر عليهم تعب قد كده. ماس 8 كيلو جرام moving at speed 5 meter per second. معايا ده الماس، معايا ده الماس يا رب صبرني يا رب. ماس، معايا ده الماس ومعايا ده السبيد. طب حلو، عايز انا بص افرق لك بسرعه، او بلاش في هنا بوتنشال، خليك تكتب كاينتيك انرجي بس. بس كاينتيك انرجي، ركز معايا كده، ركز معايا. الكاينتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير، هاف ام في سكوير، هاف ام في سكوير، هاف ام في سكوير. يعني ايه هاف ام في سكوير؟ ام ماس في فيرس السكوير الدبل، السكوير الدبل، اتفقنا؟ ماشي. هاف ام في سكوير، هاف ام في سكوير، هاف ام في سكوير. فين الام؟ اهي الام. فين الفي؟ اهو الفي. يبقى هاف، ينفع نشيل دي، نشيل دي ونكتب بدلها الارقام. هاف في الماس، فين الماس؟ 8 كيلو جرام. فين الماس؟ اهو 8 كيلو جرام اهو. فين السبيد؟ 5 متر بير سكند. هاف ام في سكوير 5 سكوير. ذا كاينيتيك انرجي اوف ذا اوبجكت. بس خلاص احسبها. تطلع بكام يا مستر؟ ثانيه واحده عشان انت مكسل تجيب الاله، انا هطلعها لك يا حبيبي، رغم انا كمان مكسل بس مش مهم. هتطلع 100. 100. عارف ليه؟ عارف ليه؟ انا افتكرت برضو اقول لك 5 تايمز 5. مستر فين 5 تايمز 5؟ ما يا حبيبي 5 باور 2. ده انا بديك تريكس ماس وتريكس ساينس 5 باور 2 يعني 5 تايمز 5. 5 تايمز 5 ايكوال ايه؟ ايكوال 25. زي الفل. 25 تايمز 8. 25 تايمز 8 200. 200 تايمز هاف نص ال 200 100. تطلع اجابه 100. بديك حل بالاله وبديك حل بدماغي عشان اللي عايز ينجز بعد الاله يمشي يطير. نخش على السؤال اللي بعده. اتفقنا؟ ماشي. اتفقنا ماشي. مدرسين الماس يقعدوا في البيت. مستر مارسيل قادم. الحقيقه مدرسين الماس كلهم حبايب قلبي، اخواتي الصغيرين، قصدي اخواتي الكبار. انا بقول ايه؟ اخواتي الكبار ربنا يخليهم لمصر، بس يخلوا العيال مهتمه بالماس عشان في الساينس بيضيعوا. يلا يا شباب نكمل مع بعض باقي الاسئله. احنا وقفنا عند سؤال رقم كام؟ moving a pendulum. لا احنا وقفنا عند سؤال رقم، اصبر، وقفنا عند سؤال رقم 6 صح؟ وقفنا عند سؤال رقم 6. تعالى بقى سؤال رقم 7. اتفقنا؟ ماشي. بيقول لك moving pendulum has a mechanical energy of 20 joule. Calculate its potential energy and kinetic energy at the highest point it reaches away from its original point. هنجيب القلم. القلم راح فين؟ راح فين؟ زمن الشقاوة ده يا حسين. مالكش دعوة بصوتي، مالكش دعوة بصوتي، مالكش دعوة بصوتي خالص. Moving pendulum has mechanical energy 20 joule. Calculate the عايز البوتنشال انرجي وعايز الكاينيتيك انرجي at the highest point it reach away from original position. مش انا كنت قايل لك ان الميكانيكال انرجي بتساوي الكاينيتيك بلس البوتنشال. الكاينيتيك
بلس البوتنشال. مش انا كنت قايل لك الميكانيكال بيساوي كاينيتيك بلس بوتنشال، الميكانيكال بيساوي كاينيتيك بلس بوتنشال، الميكانيكال بيساوي كاينيتيك بلس بوتنشال. ماشي يا كبير. الكاينيتيك بلس بوتنشال، الميكانيكال ب 20 جول ايكوال كاينيتيك انرجي. ماشي، ما خلاص دي كتبناها بقى، شغل دماغك، دي كتبناها. كاينيتيك. تعالى ركز في السؤال. بيقول لك at the highest point reach away from its original point. highest point اعلى نقطة او ابعد نقطة كانت الكاينيتيك انرجي فيها بكام؟ كانت الكاينيتيك انرجي فيها بزيرو. يا قلبي، الكاينيتيك انرجي فيها بكام؟ بزيرو. صح ولا أنا غلطان؟ صح. والبوتنشال انرجي كانت بكام؟ كانت ب 20. 20 بلس 0 20. يبقى البوتنشال انرجي ب 20 والكاينيتيك انرجي بزيرو. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، ركز معايا، اقرا كده السؤال، اصبر، اقرا السؤال، اروح اشرب واجي. اقرا السؤال. if you know that the potential energy. كمل، انا معاك على فكره، مش هوقف الفيديو عشان انا بتعب من كتر التوقيف والتشغيل. يقول لك if you know the potential energy of an object at its maximum height 400 جول calculate the mechanical energy. انا قاعد قدامك على فكره، قاعد قدامك بس على الكرسي، بس راح شويه. mechanical energy. اقرا السؤال كده، حاول حله لوحدك، معاك 30 ثانيه، حله لوحدك عشان خاطر حله لوحدك. ها حليت؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك maximum height. اوه maximum height عايزه بكام؟ مش عارف يا مستر عايزه بكام. طب بيقول لك الميد بوينت، مش عارف يا مستر عايز الميد بوينت. طب الماكسيمم هايت. السؤال ده على فكره فيه تركه حلوه قوي. تعال نفكر فيها، تعال نفكر فيها، تعال نفكر فيها، تعال نفكر فيها. انا خلاص شربت، خلصنا الميه، يلا. بيقول لك if you know that the potential energy of an object maximum height 400 جول. حليته لوحدك ولا لا؟ هو صعب، فانت لو حليته لوحدك يبقى حلو قوي، يبقى برافو قوي. 400 جول، 400 جول ده ايه؟ الورك. برافو. عايز الميكانيكال انرجي في اوبجكت والبوتنشال انرجي في اوبجكت at the midpoint of vertical distance between the maximum height and the ground surface. kinetic energy في object at the moment reach ground surface. يا نهار ازرق مستر، انا مش فاهم اي حاجه. اهدى اهدى اهدى، برافو، اهدى اهدى اهدى. maximum height اعلى ارتفاع 400 جول. اعلى ارتفاع كان في الكاينيتيك انرجي بزيرو، البوتنشال انرجي ايكوال الميكانيكال انرجي، وده الميكانيكال انرجي وده البوتنشال انرجي. يبقى الميكانيكال انرجي. مستر اتعصبت ليه؟ عشان انت انسان ذكي مش عارف تفكر. 400 اعلى ارتفاع البوتنشال انرجي نحطه في الميكانيكال انرجي. اتفقنا؟ ماشي. potential energy of an object at the midpoint of vertical distance between the maximum height and the ground surface. عايز الميد بوينت، النقطة اللي في النص. أعلى ارتفاع كان ب 400، النقطة اللي في النص 400 على 2 ب 200. سبحان الله. 200. اتفقنا؟ اتفقنا. طب kinetic energy of object at the moment reach the ground surface. سطح الأرض. kinetic energy عن سطح الأرض مش في النص كان ب 200؟ مستر بزيرو تبقى فلاح، صدقني تبقى فلاح. ما دام دي ب 400 ودي ب 200 تبقى دي ب 400. ما انا قايل لك kinetic energy هنا بزيرو، تبقى هنا ماكس. زي الفل، زي الفل. يبقى ده 400 200 400 زي الفل، زي الفل. يلا نكمل. A stone with a mass of 0.5 kilogram was thrown upward vertically with a speed of 5 meters per second. Calculate the kinetic energy of the stone at the moment it was thrown upward. وكمان الميكانيكال energy of the stone at its maximum height. يعني ايه؟ مش فاهم. stone with a mass 0.5. فين القلم؟ انا عايز القلم، اخد القلم. ركز معايا، ماشي؟ ماشي. ركز معايا، ماشي؟ ماشي. 0.5
يعني ايه 0.5 كيلو جرام؟ ده الماس. يا نهار ازرق، ده الماس. ماشي كده احنا معانا الماس ومعانا الفي. عايزين الكاينتيك انرجي تبقى هاف في ام في سكوير ايكوال هاف في الماس اللي هي 0.5 في الفي سكوير اللي هي 5 سكوير، تبقى 5 باور 5. 5 times 5 25 25 times 0.5 12.5 12.5 times half 6.25 هكذا. ماشي ان شاء الله تطلع صح. The mechanical energy of the stone at the maximum height. بص ما دام عندك في الستون يبقى الكاينيتيك يا معلم انرجي اتحولت لبوتنشال انرجي. اتفقنا؟ اتفقنا. كاينيتيك اتحولت لبوتنشال، كاينيتيك اتحولت لبوتنشال، كاينيتيك اتحولت لبوتنشال، كاينيتيك اتحولت لبوتنشال، كاينيتيك اتحولت لبوتنشال. تمام؟ تمام. زي الفل زي الفل. ماشي. ايه تاني؟ مش معنى كده ان برضو الميكانيكال انرجي هتبقى ايكوال البوتنشال انرجي، يعني ايكوال 6.25. بس خلاص خلصت. يلا يلا. يا نهار ازرق، سؤال كبير يا مستر، اتخضيت يا لهوي، في مصيبه هنا. بص. The opposite figure illustrates the motion of a pendulum with a mass of 1 kilogram and its kinetic energy while passing through the original position is 8 joule. Calculate. يا نهار، هنوقع اللايت والاستوديو هيضربونا. Calculate its mechanical energy at the highest point. Reach away from the original position. Speed at the moment it passes through the original position. عايز الميكانيكال انرجي وعايز السبيد، عايز الميكانيكال انرجي وعايز السبيد، عايز الميكانيكال انرجي وعايز السبيد. ركز معايا ماشي، ركز معايا. هنا ايه المعلومات اللي مديها لنا؟ انا قايل لك في اليونت 2 في الساينس تعمل ايه؟ تفتح تكتب ان ده ورك 8 جول. ماشي. مدينا ايه تاني؟ اهو شفت الماس 1 كيلو جرام، ده الماس. ماشي. مدينا ايه تاني؟ مدينا جرافيتيشنال فيلد انتنستي، يعني ده الجرافيتي. حلو قوي يا مستر، حلو قوي. مع الورك مع الماس مع الجرافيتي، ده ناقص ايه؟ انا عرفت ناقص ايه. تعالى بس نحسب، تعالى نحسب، تعالى نحسب. انا اعرف اجيب ايه من اللي معايا ده؟ اعرف اجيب بوتنشال انرجي، مش البوتنشال انرجي كانت ايكوال ماس في جرافيتي في هايت او ويت في هايت. اعرف اجيب بوتنشال انرجي ومعايا كاينيتيك انرجي. بس مش الهايت، مش عارف اجيب بوتنشال انرجي. انا بعمل برين ستورمنج معاك، بعمل عصف ذهني اكني قصاد المساله مش عارف احل. انا مكانك هعمل ايه؟ يقول لك كالكوليت ذا ميكانيكال انرجي عند هايست بوينت. ها فكر. تعال نكتب الميكانيكال انرجي ايكوال ايه. مش الميكانيكال انرجي كانت ايكوال الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال بلس الكاينيتيك. الميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي بلس كاينيتيك انرجي. صح ولا غلط؟ صح جدا. mechanical equal potential plus kinetic mechanical equal potential plus kinetic mechanical equal potential plus kinetic. ماشي مستر انا عايز البوتنشال. حل اللي هو مديهولك. هو بيقول لك الكاينيتيك انرجي ده 8 جول، يعني ده كده يا مستر مش الورك. ما هو الانرجي هي الورك، فالانرجي بوتنشال او كاينيتيك بالجول برضه. يبقى نقدر نشيل دي ستيكه، نقدر نشيل دي ونكتب ايه؟ ونكتب 8 جول. حلو قوي حلو قوي. كده ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الهايت. ناقص لنا الهايت. بيقول لك ايه؟ illustrate the motion of pendulum. يعني البندرم كان اتحرك لهنا، كان هنا بص اتحرك لهنا. بص منوره هنا اهو، يعني هو راح at maximum height. ما دام at maximum height يبقى هنا البوتنشال انرجي هنا بكام؟ ها البوتنشال انرجي هنا ماكسيمم. بص بص، ممكن ناس تقول لي من هنا راح لهنا، ممكن ناس تقول لي من هنا راح لهنا، بس في الحالتين هو هيتحول لبوتنشال انرجي. هو كان بيتحرك بعد كده وقف،
وهو بيتحرك كان بياخد ايه؟ كاينيتيك انرجي. لما وقف بقى ايه؟ خد طاقه الوضع بوتنشال انرجي. فكده هنقول برضو ان البوتنشال انرجي تروح في داهيه، فيبقى الميكانيكال ايكوال 8. مش مصدقني صح؟ مش مصدق، انا عارف مش مصدقني. تعالى نحسب على الاله. قلت له هي كده بزيرو. انا بحسب ايه؟ انا دماغي خلاص قفلت. بعمل لك 0 بلس 8 طلع ب 8. سبحان الله. معلش التعب والشغل ان انا بصور اولى ثانوي واولى اعدادي ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي عمل ايرور اكتر من كده، بجد عمل ايرور لطيف جدا. دي طلعت ميكانيك انرجي طلعت بكام؟ بيت. يلا نكمل. رحت اشرب ميه عشان مش قادر. speed at the moment it passes through the original position. عايز السبيد. مش انا كنت قايل لك السبيد دي هي الفي، وقانون الفي اصلا موجود جوه كاينيتيك انرجي. ركز معايا ركز معايا. انا كنت مديك ليها قانون، بس لو انت طالب جديد يعني انت مش هتفهم القانون ده. كنت قايل لك ايه؟ ان الفي سكوير بيساوي كاينيتيك انرجي على ماس، صح؟ اه. طب لو انت مش فاكر القانون ده كنت قايل لك قانون تاني. بص، الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير. 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 انا معايا الكاينيتيك ومعايا الماس، عايز الفي على الاله شيفت سولف. قلت لك ازاي في الحصه؟ مش بتعرف تعمل شيفت سولف؟ اهو القانون. كنت عامل لك مثلث كاينيتيك انرجي ام في في سكوير، ده بنحسبه في الوقت ده. ضربها على الاله. تعالى نحلها على الاله. شوف هيطلع كام. هتطلع يا معلم ال 8 over 1. مستر انت متلخبط. شيفت سولف اهي صح. هنا ما اكيد هنحط الهاف يا شباب. هنحط الهاف. حط الهاف هتعمل ايه؟ الاثنين هيطلع فوق فيبقى 2. ما تتلخبطش ماشي؟ اوعى تتلخبط. ما انا كاتبها لك هنا صح. تحت اللي تحت بيطلع فوق. اتفقنا. تطلع كام بقى؟ مش عارفين نفتح الاله على الشاشه فهنفتح الاله على الموبايل. يبقى كده 2 times 8 over 1. خلي بالك هيجي الاجابه كام؟ 2 times 8 over 1 هيطلع الاجابه 16. لما تطلع الاجابه 16 ده مش هنا، 16 ده هنا يعني ده كده يطلع ب 16. تمسك بقى ال 16 تعمل لها روت 16 ايكوال 4. روت 16 ايكوال ايه؟ 4. تعمل لها روت ايكوال 4. اتفقنا زي الفل زي الفل. في حاجه صعبه؟ مفيش حاجه صعبه. تعال نكمل مع بعض سؤال رقم 11. بس ركز معايا عشان السؤال ده حلو وفي فكره حلوه. بيقول لك in the opposite figure an object with a mass of 2 kg falls vertically from point A to the ground surface. calculate يعني ده لغايه الارض. calculate the kinetic energy of the object at the moment it reach the ground surface. عايز يحسب الكاينيتيك انرجي. ماشي. مش انا كنت قايل لك في الحصه، شو قلت لك في الحصه في سنتر الراعي ان لما يجي يقول لك الكاينيتيك انرجي بتاع الاوبجكت لما في اللحظه ان هو يوصل للارض بيكون هو البوتنشال انرجي. هو بقى بوتنشال انرجي خلاص، بقى بوتنشال انرجي. فانا احسب بوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ كنت قايل لك يا مستر، كنت قايل لي قانونها ايه؟ معايا الهايت ومعايا الماس. مستر مج في هايت. لو انت بتسمع معايا ريفيجن تاخد على طريقتي. اتفرج الشرح شوف الحل. مج في هايت ماس في جرافيتي في هايت. ماس بكام؟ ب 2 في جرافيتي ب 10. في هايت بكام؟ الهايت كام؟ بيقول لك كام؟ الهايت كله كام؟ اهو 8. 2 تايمز 10 20. ما انا اسف على، بس انا تعبت من كتر التصوير وكان عندي شغل. ف 2 تايمز 10 20. مش بشكي لك همي، ركز. 2 تايمز 10 20. 20 تايمز 8 80 عادي. 2 تايمز 10 20. 20 تايمز 8 20 تايمز 8 80. لما احسب بدماغي وانا مش مركز، عشان كده بقول لك افتح الاله. تعالى نفتح الاله بسرعه. 2 تايمز 10 تايمز 8. 2 تايمز 10 تايمز 8 160 جول ايكوال
160 جول. اتفقنا. بيقول لك the mechanical energy of the object at point B. mechanical energy of the object at point B. هنا. طب مش انا قايل لك ان الميكانيكال هنا بتساوي هي البوتنشال فوق. يعني ايه يا مستر؟ يعني ميكانيكال ايكوال كاينيتيك بلس بوتنشال هنا في النص، يبقى برضو ب 160 جول. ليه يا مستر؟ شرحتها قبل كده في الحصه، مش هقول تاني. the kinetic energy of the object at point B. حلو قوي. عايز الكاينيتيك انرجي هنا. مستر ازاي احسب ده؟ مش ده كله يا حبيبي 10 10 minus 2 8 بس خلاص. 10 minus 2 كام؟ 8. يبقى انا هحسب نفس كل ده بس بدل 8 minus 2 6 10 ايه؟ ما كل ده ب 8 ده 2. مش هقطعها في المونتاج، انا تعبت وبتلخبط مش اكتر. 8 minus 2 8 minus 2 equal 6. يبقى هو ده، بس هشيل دي واحط بدلها 6 بس خلاص. اتفقنا؟ ماشي. ودي 2 times 10 times 8 8 times 10 80 times 2 160. اتفقنا؟ ماشي. دي بقى هنشيل ال 8 ونحط 6. 6 times 10 60. 6 times 2 120. انا عشان تعبت احسبها بالآلة صح. 120. مالك يا عم في ايه؟ ما سهله اهي. 120. عايز الكاينيتيك انرجي كمان صح؟ دي تبقى 120. كده احنا قلنا، انا صوص تعبني فبوقف بريح وباجي اكمل بجد. كده احنا قلنا الميكانيكال انرجي هنا بوينت بي 160. دي تمام. السؤال ده للاسف مهم جدا، في ناس كتير غلطت فيه. ده بس نمسح كل اللي احنا عاملينه ولا بلاش؟ لا امسح دي عشان مش عاجباني. ماشي عشان نلاقي مكان نشرح ونرسم. kinetic energy of the object at point B. عايز الكاينيتيك انرجي. مستر انا معيش الفيلوسيتي. حبيبي مش انا كنت قايل لك ان الميكانيكال انرجي بتساوي kinetic انرجي بلس potential انرجي. مستر عايز الكاينيتيك. ما انت معاك الميكانيكال. ما هو مش هو الميكانيكال هنا at point B قلنا equal 160. هنغير اللون. ماشي. معاك الميكانيكال. مستر انا عايز الكاينيتيك والبوتنشال. اعمل ايه؟ ركز معايا. البوتنشال هجيبه، هو عايز الكاينيتيك، هجيب البوتنشال. ومين قانون البوتنشال؟ بعد ما اجيبه هاجي احطه هنا وهجيب الكاينيتيك. مستر انا مش فاهم. احنا لو ينفع نفتح هنا شاشه بيضاء يبقى يا ريت. اكبر لك السؤال. kinetic energy of object point P. ماشي. تعالى بقى اشرحها لك بالتفصيل. احنا قلنا السؤال الثالث ده فيه تريكس مهمه. ايه هي؟ بص يا كبير، جيب القلم كده. هو رسم لك رسمه، عمل لك ارض. جيب الاخضر يا مستر معلش، طلعها لفوق. وقال لك في حاجه هنا وقعت لغايه الارض، بس حاطط لك برضو هنا ايه؟ مفرق ما بينهم. قايل لك كل ده ب8، كل ده كله ب8، الاخضر ده كله ب8. طب يا مستر الحته اللي فوق بس؟ قال لك الحته اللي فوق بس اللي هي دي انا هعملها لك دي ب2. ده اللي هو قاله لك. ماشي ال8 معوقه شويه بس هي شكلها حامل، معلش حقك عليا. طب ازاي نكمل؟ هو عايز الكاينيتيك انرجي ومش مديك ولا سبيد، مش مديك الفيلوسيتي عموما. هو عايز الكاينيتيك انرجي. طب مستر مش عارف اعمل ايه. بص يا كبير، تعالى ركز معايا. مش انا كنت قايل لك قانون الميكانيكال انرجي بيساوي البوتنشال انرجي بلس كاينيتيك انرجي؟ وانا قلت لك من شويه في السؤال اللي فوقيه على طول ان انا عندي الميكانيكال هنا بيساوي كام؟ 160 جول. مستر هو عايز الكاينيتيك. ازاي اجيبه؟ طب ما سهله. ميكانيكال ايكوال بوتنشال بلس كاينيتيك. هو عايز الكاينيتيك وده هنا 160 جول. طب ما نجيب احنا البوتنشال. ومن البوتنشال هنعرف بقى نقسم كل حاجه.
سهله سهل. ليه؟ تعالى 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 تعالى. هو عايز الكاينتيك، عايز ده ودي ده الناحيه الثانيه، يبقى الكاينتيك ايكوال ميكانيكال ماينس بوتنشال. سهله ولا صعبه؟ سهله. بوتنشال بكام يا مستر؟ تعالى، مش كنت قايل لك ان البوتنشال لها قانون بيساوي الويت في الهايت. الويت في الهايت صح، الويت في الهايت. مش دي ممكن اوديها الناحيه الثانيه هناك؟ الويت في الهايت دي افتح الويت اخش جواها اشوف فيها ايه. قلنا الويت ويت في هايت موج ماس في جرافيتي، ماس في جرافيتي، ماس في جرافيتي في الهايت، ماس في جرافيتي في الهايت، ماس في جرافيتي في الهايت، ماس في جرافيتي في الهايت. ماشي، ويت في الهايت، ماس في جرافيتي في هايت. طب ايه تاني بقى؟ ماس في جرافيتي في هايت. بس خلاص مستر انا ماشي جرافيتي، الحقنا يا مستر انا ماشي جرافيتي. هي ما سهله، سهله جدا. ما انا معايا الماس قلت لك بكام؟ قلت لك ب 2 كيلو جرام. والجرافيتي قلت لك جرافيتي بكام؟ قايل لك الجرافيتي واحنا في السنتر قال لك ارميها ب 10، هي ب 10 اصلا جاذبيه الارض 9.8 او اب 10، مش بالموت يعني. ماشي 2 تايمز 10 بس كده. لا في الهايت الحقنا يا مستر انا معايا الهايت ب 8، يجي واحد يحط لي هنا 8 اديله على قفاه واحنا في الحصه. فوق شويه، دي منظر 8 اصلا. انا اسف على صوتي بس عشان يمكن كتر التصوير مع الشغل صوتي راح. ماشي ماشي 2 تايمز 10، 2 تايمز 10 في ايه؟ في ال 6. ليه 6 يا مستر؟ انا معايا ده كله ب 8 وسيب 2، 8 ماينس 2 ادينا 6. 2 تايمز 10 تايمز 6 ده ايه؟ خلي بالك انا كل ده بحسب ايه؟ البوتنشال انرجي. هنكتب هنا بوتنشال انرجي تطلع بكام؟ 6 تايمز 10 60، 6 تايمز 2 120 تطلع ايكوال 120. 120 في حاجه صعبه؟ مفيش اي حاجه صعبه. في حاجه صعبه؟ مفيش اي حاجه صعبه. مستر ما حلتش السؤال. هو عايز الكاينتيك انرجي كده، انت جبت لي البوتنشال وانا معايا الكاينتيك وانا معايا الميكانيكال. اجيب الكاينتيك ازاي؟ حطها على الاله شيفت سولف، انا معلمها لك ازاي تطلع في ثانيه. او احسبها 160 ماينس 120 اهو. هو عايز الكاينتيك، هو عايز ده، يبقى ده ماينس ده. ميس سعاد زمان قوي فاكرها؟ كنت بعزها بامانه. يبقى الكاينتيك انرجي ايكوال ميكانيكال ماينس بوتنشال. يبقى الكاينتيك ميكانيكال ماينس بوتنشال. ميكانيكال انرجي ماينس ده ايه؟ ده الكاينتيك. ماشي انا كتبت ليه مش عارف. الليل والسما ونجومه قمره طق طق. عايز الكاينتيك اهو. كاينتيك كاينتيك انرجي ايكوال ايه؟ كاينتيك انرجي ايكوال، فكر معايا كده، فكر يلا معايا ضروري بسرعه هنا. اوعى تتاوب، ركز. كاينتيك انرجي اهو، ما انا قايل لك ميكانيكال ماينس بوتنشال. ميكانيكال ماينس بوتنشال اهو. ايه ده؟ ايه اللي طلع ده؟ لا مش وقتك خالص يا رب عشان ما تفرقعش. الحمد لله. ميكانيكال انرجي كنت حاسس ان هي هتعلم. ميكانيكال انرجي ماينس البوتنشال. كاينتيك انرجي ايكوال ميكانيكال ماينس بوتنشال. ميكانيكال ماينس بوتنشال انرجي. ميكانيكال ماينس بوتنشال. كاينتيك ميكانيكال بكام؟ قلنا ب 160 ماينس 120. انا كاتب لك هنا دي ب 120 تطلع بكام؟ 160. تبقى الاجابه 40 ايكوال 160 ماينس 120 تطلع الاجابه بكام؟ 40. زي الفل زي الفل. في اي حاجه صعبه؟ مفيش اي حاجه صعبه. كده احنا خلصنا اهم، قبل ما اقول لك مع السلامه، كده خلصنا اهم البروبلم اللي بتجي لك في الاساي في امتحانات المقالي. اتفقنا؟ زي الفل. متنساش تخش جروب الواتساب، تابعني على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، بينزل هناك ريلز كده فيها تريكس حلو. اتفقنا؟ مع السلامه.